سيادة النائب ضياء الدين داوود. سيد الرئيس، السادة أعضاء المجلس الموقر، شعب مصر العظيم، الواضح أن الأيام القادمة والأعوام القادمة حبلى بأحداث كبيرة واختبارات كبرى، ولكن الاختبارات الكبرى للشعوب الكبرى، وليس هناك أكبر من شعب مصر. في هذا التوقيت بنتكلم دائما بلا أي تصنيفات سياسية. اتعلمنا أنه لا موالاة ولا معارضة أمام اختبارات الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي. ظن ممن هم متربصون بالدولة المصرية أننا سنسقط في وحل التنازلات أمام الضغوط الإقليمية والتحولات الاستراتيجية في هذه المنطقة. الكل راهن أن احنا هنفرط، الكل راهن أن احنا هنقدم التنازلات. بوصلتنا دائما هي بوصلة الشعب المصري، بوصلتنا دائما هي الوطنية الراسخة ومسؤوليتنا التاريخية سيادة الرئيس. ولكن أنا هأكد أيضا على معاني ومفاهيم أظن أن القاعة وبيان سيادتك وبيان الخارجية أمس تضمنتها، أن احنا لابد أن احنا نكون أمام حقائق بتثبت الموقف المصري على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي، وأن يتبع هذا التثبيت إجراءات، لأنه ليس بالبيانات فقط. البيانات مهمة لا شك، عناوين مهمة لا شك، إنما ما يتم تحضيره في ظل ولاية أمريكية جديدة لراجل لا يملك إلا قدرته على الاستثمار العقاري وفكرة الترانسفير التي قامت على أساسها الولايات المتحدة. فليس غريبا أن تدعم كيانا قائما على فكرة التهجير واحتلال أرض الغير بالقوة وإنهاء فكرة التاريخ المرتبط بالجغرافيا. ليس صراعا جديدا، ولكنه ليس صراعا أيضا مستحدثا. ده ليس جديدا على طاولة الصراع في الشرق الأوسط، إنما حذرنا وقلنا أن التنازل، وأنا مش عايز أكون مفرقا لوحدة الصف لما أقول إنه خروج مصر في 79 بمعاهدة سلام منفردة وقفنا ضدها ورفضناها في هذا الحين، ولكن نحترم إرادة الدولة المصرية التي أبرمتها. ولكني مخزقتها هنا. ولكن مصر الآن أمام هذا الاختبار الترامبي الجديد يحتاج إعلان موقف رسمي بخارج سيادة الرئيس من أي مقررات تصفوية، وفي أولها مقررات مؤتمر العلا. وسأزيد وأعيد كل مرة أتحدث فيها عن هذه القضية أننا لن نكون شركاء لا لجاريد كوشنر ولا لصناعة قرار أمريكي تصفوي بشرق أوسط جديد تحدثوا عنه من ثمانينيات القرن الماضي، وهو الآن يتحقق بتقسيم العراق وبتقسيم سوريا وبتقسيم السودان وبتقسيم ليبيا لتكون مصر الجائزة الكبرى. مصر غير قابلة للسقوط. مصر بوحدة الموقف السياسي والشعبي والرسمي وبعقيدة قواته المسلحة القتالية التي لم تتغير عبر التاريخ. هذا الدعم اللامحدود من الشعب المصري ومن مؤسسات هذه الدولة للقيادة السياسية وللقوات المسلحة في اتخاذ ما تراه مناسبا للتعبير عن موقف الشعب المصري. الشعب المصري حط تحتها 100 خط. كلنا جنود في هذه المعركة، وليس من باب الهتافات ولا من باب الشعارات. كل ما نملك مجهودا حربيا للدفاع عن هذه الأرض وعدم سقوط هذه الدولة وعدم تقسيم هذه المنطقة. هذا كلام حقيقي اختبره الشعب المصري خلال 100 سنة. كانت بوصلته هذه، كانت ترسل رسائل لرؤساء الجمهوريات لتأييد مواقفهم السياسية من السجون. شفنا ده إبان حرب أكتوبر، شفنا رسائل التأييد خلال حرب الاستنزاف، شفنا رسائل التأييد أيام النكسة. هي دي عقيدة مصر الوطنية، شعبا معارضة وموالاة. سيادة الرئيس، الاختبار صعب. المؤسسة التشريعية وما تملكه من قدرات نستطيع أن نستثمرها في دبلوماسية برلمانية تستطيع أن تظهر الحق
وتزهق الباطل. خلال المرحلة القادمة أمامنا اختبار صعب ندعم فيه بوصلتنا الوطنية في رفض كل مشاريع التصفية الرئيسية لهذه القضية. شكرا سيادة الرئيس. شكرا.